صدمة مدوية، بطل العالم نهين لامين يامال سلوكه مثير للاشمئزاز زي سجناء امريكا. لامين يامال يا ابو الكباتن لسه في السن ده ومخصم مع كل اللاعبين، واللاعب الفرنسي عادل رامي نجم منتخب فرنسا والمتوج بكأس العالم 2018 فجرها بدون رحمة. قالها بصراحة من الناحية الكروية مفيش كلام، لامين يامال هيكسر الدنيا، لكن كإنسان ما بقدرش حتى ابصله، سلوكه مثير للاشمئزاز مش طايقه. ولما اتسأل كابتن رامي ايه السبب كانت الصدمة، قال لهم لقطة رونالدو لما تجنب يامال النظر لرونالدو اثناء المصافحه في نهائي دوري الامم الاوروبيه، واللقطه دي يا ابو الكباتن خلت رامي يغلي منه وبيقول له انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ فكرك سكت لحد كده؟ وقال حتى فيديوهاته غريبه، سروال منخفض وتصرفات غير لائقه، وسلوك قال عنه رامي ده بتشاف في سجون امريكا والمكسيك. حتى حفله عيد ميلاده الاخيره وصفها بالسخافه وقال له انت اول ما اخدت الرقم 10 بدات انك تتزين بالالماس، فاكر نفسك نجم هوليود. تصرفات يامال يا ابو الكباتن ما عجبتش عادل رامي ولا حتى الجمهور الاسباني. فهل يا ابو الكباتن تتفق مع تصريحات عادل ضد يامال ولا لا؟